السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام زياد وجنى كل حياتي. النهارده هقدم لكم روتين ليا جديد. النهارده هقدم لكم النهارده فيديو ظريف وخفيف هنعمله في الشقة، جولة في الشقة كلها واحنا بنروق البيت وكده. طبعا زي ما انتم شايفين ان الأوضة احنا لسه صاحيين من النوم، قلنا بس نروق الشقة وكده. احنا اول ما بنصحى من النوم نبتدي الاول بالاوض، وبعد كده نخش على الصاله، وبعد كده نخش على المطبخ. في ناس بتعمل العكس، لا احنا بنعمل كده بالترتيب، انا وجانا كل يوم مع بعض. فيلا يا جانا روقي الاوضه بتاعتك. فجانا اول ما بتصحى من النوم بتروق سريرها وبتروق سرير اخوها. طبعا لو في حاجه بتتهوى او كده بناخدها نهويها. دي الكافيرته نهوتها اول ما صحيت من النوم لغايه بس ما فطرنا، وقمت حطها تاني على السرير بطويها. وبنحط على طول الكافيرته الجميله دي بنحطها من فوق السرير زي ما انتوا شايفين. فبنروق السرير زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. ده سرير جنى، فهي بتحاول تروق سريرها وتظبطه وتنظمه زي ما انتوا شايفين. فلازم تحط العروسه بتاعتها. لازم تعمل التاتش بتاعها وتقوم حاطه العروسه. هي برضو هنا بتعمل سرير زياد. طبعا ساعات زياد ما يكون هو موجود معانا يوم الجمعة وكده، فبخليه يروق سريره. طبعا بقى منه بينزل الصبح بقى بيروح عند نانته وكده. فبيروح بقى بينزل من بدري مع باباه، ما بيطيقش يقعد منه بقى كبر. هو الوقت رايح اعدادي، فخلاص ما عادش بيجيله طقطان ان هو يقعد معنا في البيت خالص. فجنى بقى ايه كانت لو تقعد تحلف عليه تقول له لا مش هتروق سريرك وتنزل، لا تروق سريرك الاول قبل ما تنزل. انا مش هروق لك سريرك. ويقعدوا يحلفوا على بعض ويقعدوا يشكلوا ويتناقروا كل يوم كده. فانا كنت معوداهم، حتى زياد معايا من صغره، ان انا معوداه ان هو يروق سريره قبل ما جنى تكون معايا وكده. فكنت بخليه يروق سريره، والله كان بيسمع كلامي وكان بيهاود. فاول بقى ما جنى بقى كبرت وكده، فطبعا الوقت اختلف بقى والسنة بتجري وكده. فجنى بسم الله ما شاء الله كبرت، فهي اللي بتروق بقى وتعمل كل حاجة معايا، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها. فبسيبها تقعد تروق بقى وتنظم. هنا كده يا جماعة الصالة من عند باب الأوضة. باب الأوضة اهو، وبعد كده ده الصالة. النيشة هنا اهي، وديت المشاية الطويلة ديت لغاية آخر الانتريه هناك. وهنا السفرة. طبعا ده الغسيل اللي انا لسه هنشره دلوقتي، الطواطي لسه اخدها دلوقتي من الغسالة. فانا يا دوبك هاخده انشره، لان انا ما عنديش بلكونه، ما عنديش الا شباك. وهنا السفره دي لسه مبتدئه تروق، لسه هروقها وهمسحها وكده. وهنا بس كرتونه بتاعه الحاجه اللي انا جايباها من بره. كنت انا جايبه اللي هي الستاند بتاع الموبايل بتاع التليفون اللي بصور بيه ليكم، لسه شارياه جديد. فانا اهو شكله اهو لو حد عايز ياخد فكره عنه. ده شكل الكرتونه اهي، يعني لسه شارياه والله، لسه جديد، لسه مبقالوش يومين. فانا والله جميل ومريحني احسن من امسك الموبايل وامشي وكلام من ده. فبحط والله عليه الكاميرا او الموبايل وكده. ده الكرتونه بتاعته اهي، ومعاه كمان جراب حافظ وده الجراب دوت مخصوص للستاند. بيحفظه لو في عشان بس يبقى ايه متعان وكده. والستاند اهو يا جماعه شكله اهو. خد يا جنى عن ازازتك. ده الستاند زي ما انتم شايفين. ده الستاند اللي انا شارياه جديد. طبعا هو بيطول وبيقصر لكذا درجه طول. وهنا نفس الكلام اهو. هنا ليه مفتاح بتفتحيه علشان الكاميرا تلف معاك يمين وشمال. وهنا مفتاح نفس الكلام. مفتاح ده بيطول وبيقصر.
وفي قلبه اللي هو البتاع دوت اللي عامل زي الميزان عشان يوزنلك الموبايل موزون او كده، ده بيظبطهولك. ودوت المفتاح دوت اللي بيدخلك الحامل بتاع الموبايل او الكاميرا، ده اللي بيتحط عليه اهو، بيطول وبيقصر، بيتفتح يعني. وده ايوه ايدك والبتاع بس والمواعيد ده بالحب. يعني انت ما في ماما بيصوت بينها هو كده للناس اللي هشيله وانت اللي ضبطي ده. يلا نضرب براحتك.
كده يا جماعه، انا كده خلصت الشقه اهو زي ما انتم شايفين. انا عملت الكسوه اهوت. حطيت الكسوه على الكنبه. هي مش كسوه، هي جوده من بتاعه مش جوده، هي قماشه فاضله من بتاع بريئه وكده. فانا اخدتها حطيتها على على الكنبه عشان تحافظ لي عليها. واهو كده خلصت الدنيا زي ما انتم شايفين. ده كده الريسبشن، حتى لو في العتمة المنظر اهو. احنا كده بالليل والله اهو، احناش بالنهار. كده المغرب لسه مدنيه بقالهاش شويه اهو زي ما انتم شايفين. احنا كده بقى بالليل، وهنا الصلاة اهي مفيش فيها حاجة. روقنا اهوت وخلاص.